عشان اتسألت كتير عن اللولب الهرموني عبارة عن ايه. اللولب الهرموني عبارة عن لولب عادي جدا، ولكن في مادة البروجسترون. المادة دي بنستخدمها في إقراص منع الحمل وفي الكبسولة وفي الحقن لمنع الحمل. بس هو بيشتغل موضعي فقط على تجويف الرحم. يعني ايه على تجويف الرحم؟ يعني جوه الرحم، ما بيطلعش بره، ما بيأثرش نهائيا على الدم. فبيشتغل بميزتين، بموقعه زي اي لولب وبافرازه للهرمون دوت. فناحيه نجاحه في منع الحمل نسبته عاليه جدا، بتبقى احسن بكتير طبعا من اي لولب تاني. دي اول خاصيه. تاني حاجه بيعالج بقى كل المشاكل. يعني هو ده بيمنع الاورام الليفيه اللي في الرحم، ويحجم لو في فعلا اورام ليفيه. بيعالج البطانه المهاجره اللي بتعمل مشاكل كتير بعد كده قدام معانا، بيمنعها وبيعالجها كمان. بيعالج اللحميه، بنعالج عليه حالات كتير لحميه، بيحجم حجمها من غير ما تتدخلي بقى بجراحه وبمناظير، هو بيعالج منه فيه. تمام. هو بيقلل كميه الدم. يعني لو واحده دورتها كتير وبتنزف في دورتها وتقيله وعندها انيميا ومش عارفه تسيطر على الانيميا، احنا بنسيطر من الناحيه الثانيه موضعيا. كل دي ميزات ولكن ما فيهوش اي عيوب. ودي الميزه الاخيره، ان هو اوريدي فعلا ما فيهوش عيوب خالص، لانه مش بيأثر على الدم، لا هو زي الابر ولا الحقن ولا الكبسوله. فانا بنصح بيه في حالات كتير، بيعالج معانا وبيريحنا. هو بس مشكلته الوحيده انه غالي شويه، تقريبا يعني ثمنه في الصيدليه ب 1000 جنيه.